يا رب دايمًا تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهارده هنعمل حاجة جميلة أوي، الطعمية البيتي أو الناس بتسميها فلافل. دي جميلة جدًا وسهلة خالص، والناس بتحسها صعبة بس هي ما فيهاش أي حاجة، وهنقول خطوات بسيطة كده مع بعض هتعجبكم وهنعملها كلنا مع بعض. الأول عندنا نُص كيلو فول مدشوش اللي عملنا منه البصارة لو تفتكروا، ده بنقعه قبلها بيوم. بس بقى ما بنسويهوش، هيبقى ني برضه بس هيبقى خفيف، المية بتدوبه. وعندنا بصلة والكرات، ده كرات برضه جزء من الورقيات، نوع من أنواع الورقيات. طعمه فيه زي البصل الأخضر كده بس جميل جدا، اللي مش عنده مش مشكلة يعني، بس هو بيدي يعني بيزود الطعم كده بيخليه أحسن. ودي بقدونس وكزبرة خضراء، حوالي ربع حزمة من كل واحدة. ودي معلقة بيكربونات الصوديوم، مهم علشان تخلّي الطعمية هشة. ودي معلقة ملح كبيرة ومعلقة كزبرة ناشفة و4 فصوص توم مفرومين. السر بقى في الموضوع العيش المبلول، ده سر المطاعم. المطاعم بتحط عيش مبلول علشان يلم الخلطة دي كلها مع بعضها ويجمعها، وفي نفس الوقت ما يخلّيش الطعمية تفُك في الزيت. وبيحافظ أولًا بدل ما نضيف مَيّة، إحنا مش هنضيف مَيّة خالص، العيش المبلول أهو مليان مَيّة ومصفّيينه، فمش هنحتاج خالص إن إحنا نزوّد مَيّة للفرم. هنبدأ مع بعض واحدة، واحدة كده، هنحط جزء من الفول، وهنحط جزء من الخضار ده كلّه حبّة، حبّة كده مع بعض علشان الكبة تستحمل، وعلشان نضمن إن كل المقادير اختلطت ببعضها. وهي كفاية أوي بصلة واحدة، إحنا بنحاول نقلل المَيّة اللي هتبقى تدخل جوّه الطعمية، مقادير الطعمية. كفاية عندنا الخضار، كفاية عندنا بصلة واحدة، كفاية عندنا العيش المبلول. والفول المدشوش برضه منقوع من امبارح، فيعتبر برضه فيه كمية مَيّة صغيّرة. فكل الحاجات دي لمّا تتجمّع مع بعض مش محتاجين مَيّة خالص، ما حدش يحط مَيّة خالص في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين كده العيش مبلول حتى بعد ما صفيته، بس برضه still لسه فيه شوية مَيّة. زي ما إحنا شايفين أهي بتطلع كده، ولسه هنكمّل فرم تاني ونكمّل التوابل لحد أمّا توصل معانا للقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. وبنحضّر برضه يبقى عندنا معلقة سمسم كبيرة كده نحطها على الوش، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده اللون وده القوام المناسب جدًا. أنا فرمتها طبعًا مرتين يعني، بس هاكون بقى محضّرة الزيت. وزي ما حضراتكم شايفين دي كمية اللي طلعت، وكمية في البولة دي. هاستعمل كفاية أوي، اللي هاقسمهم نُصّين واستعمل اللي في البولة، وهاشيل دي في الفريزر لوقت تاني. إحنا اتفقنا إن أي طبخة بنعملها لازم نشيل جزء منها في الفريزر، بتساعدنا في مرّة تانية. باوفّر على نفسي وقت وباوفّر على نفسي مجهود. هتيجي في فطار تاني باعمله هابُص ألاقي إنها ما خدتش منّي وقت خالص، هاطلّعها قبلها بليلة علشان دي محتاجة إن هي تبقى إيه، ماسكة نفسها برضه ما تبقاش سايبة أوي. عندنا السمسم أهو، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده مع بعض. بس زي ما إحنا شايفين كده بتتحرك ما بين الصوابع علشان تبقى خفيفة وهشة. يعني ما أدوسش عليها، ما أعملهاش زي ما بنعمل اللي هي الفطاير، زي ما بنعمل أي حاجة تانية بنقليها، ما بنعصرهاش. هتطلع هشة وجميلة وهتعجبكم جدًا. المكونات بتاعتها في منتهى السهولة، وعندنا في البيت مش جايبين حاجة يعني من برّه. هي يمكن الخضرة اللي باجيبها باستمرار على طول فريش، إنما الباقي كله موجود في البيت. يعني في برضه لو عايزة تحطيها تسلقي بيض وتحطيها حوالين البيضة كده وتتقفل كويس وتتقلي برضه، هتبقى ممتازة وشكلها حلو. في ناس بتحبها بالشطة كلها تبقى معجونة بالشطة، بتاخد برضه جزء وتعمل الشطة من برّه. وفي ناس بتحب الطعمية الصغيرة، أنا باعملها كده بالمعلقة عشان تظهر صغيرة خالص. وزي ما إحنا شايفين العجينة متماسكة. العيش جمّع المقادير كلها وضبّطها بحيث إن هي ما تفُكِّش. ونمشي على المقادير واحدة، واحدة وبالضبط، أرجوكم عشان تبقى مضبوطة وتدعوا لي.
وطبعًا يُستحسن تتاكل بالعيش البلدي، وفي ناس بتحبها أوي بالعيش الفينو، برضه الناس بتحبها، بس أنا باحبها جدًا بالعيش الفينو، بس عشان الdiet بيبقى صعب، ومقليات وعيش فينو هيبقى كتير حقيقي، فأحسن حاجة العيش البلدي برضه. هنطلّعها كده زي ما إحنا وكده خلّصنا، دي الكمية اللي طلّعناها، معقولة جدًا للفطار الصبح، ودي سلطة الطحينة. يالّا نعمل مع بعض كده ساندويتش، بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى نحط طحينة الأول، ونفتح مع بعض الطعمية نشوف لونها من جوّه، زي ما إحنا شايفين كده لونها أخضر جميل، بعدين الطماطم، وبعدين الكرات، وأحلى ساندويتش طعمية في الحياة، وبألف هنا، وفطار جميل على قلبكم يا رب، وبصحة وعافية، وتمنياتي ليكم بحياة سعيدة، وشكرًا لمتابعتكم، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب. أتمنى أشوفكم كلكم يا رب إن شاء الله بصحة وسعادة، وأشوفكم دايمًا بخير، وإلى لقاء قريب أوي في وصفة جديدة. باي.